السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وطبعا بعد غياب طويل رجعت لكم. وعارفه ان انا قصرت في الفيديوهات في الفتره الاخيره ديت. بس ده كان لظروف معينه. بسبب اسباب مرضيه انا مريت بيها. بس بعد وقوف ربنا جنبي واهلي طبعا جنبي. الحمد لله انا بقيت كويسه وبخير. وبحمد ربنا وبشكره الف مره على نعمه الصحه. والحمد لله على كل خير. هنعمله النهارده بقى مع بعض. رجع لكم فيديو خفيف ظريف كده ونعمله مع بعض. الخيار المخلل السريع في ساعتين هيكون معاكي خيار مخلل جميل ومقرمش وطعمه تحفه. انا معانا هنا مع بعض. انا كنت عايزه اعمل حوالي طبق بس كده. كان معايا ربع كيلو خيار، وكان معايا 4 معالق صغيرين ملح، ومعلقه سكر، وربع كوبايه خل. الخل هو الاساس، هو اللي هيخليه يستوي معايا بسرعه. ومعايا هنا 3 فصوص توم مفرومين، ومعلقه شطه اللي هي شطه الهريسه اللي هي بنفرمها عادي، بتبقى موجوده عندنا في الفريزر دي. لو مش حابه الشطه تمام، مفيش مشكله. تمام. ومعايا ربع كيلو خيار، لو حابه تزودي ضعفي الكميه. عندي هنا حوالي نص لتر ميه على النار بيغلي. واول ما الميه تغلي هبتدي انزل عندي بالمكونات اللي هي ال4 معالق ملح. ال4 معالق ملح طلعوا معاكي الملح مظبوط، 4 معالق صغيرين. وهنزل عندي بالسكر، معلقة سكر. وهنزل عندي بالثوم المفروم والشطة والخل، ربع كوباية خل. وهقلبهم مع بعض. اول ما المكونات تمتزج مع بعض خلاص هقوم جايه كده. النار عندي لسه والعه. تمام. النار بعد ما المكونات تمتزج هنزل عندي بالخيار. هعد 10 عدات بالظبط والنار شغاله. 10 عدات بالظبط. اول ما اخلص ال10 عدات، بصوا انا حتى مش هقطع الفيديو، انا هعدهم معاكم. 10 عدات وهتغلي من الجنب اقوم جايه طافيه على طول. تمام. يبقى بعد ما حطيت المكونات دي على بعض في الميه اللي بتغلي، الميه ولا عندي عديت 10 عدات. وقلبت اهو خلاص. اول ما بعد ال10 عدات كده هتلاقي ابتدت الميه تغلي تاني، تقلب كده. خلاص هطفي عليها. تمام. ده في خلال ساعتين بالظبط هيبقى معاكي احلى خيار مخلل مقرمش وتحفه. لو عايزه تعمليه سندوتشات الشاورما، استعمليه جنب الكشري المصري. انا كنت عاملاه جنب الكشري المصري الصراحه. زي المحلات كده بالظبط. انا بحبه قوي جنب الكشري، بيبقى طعمه تحفه. بصوا هتعبوه بقى في برطمان عادي، برطمان بقى في علبه وكده كده انا عاملاها. يعني عامله حبه يدوب على قد يوم يعني، مش. ولو عايزه انت تزودي الكميه شويه ويقعد معاكي لحد اسبوع بس في التلاجة هيكمل معاكي المحلول بتاعه بتاع الميه دوت. هيكمل معاكي اسبوع. تمام. انا هنا استنيت شويه لحد ما الميه بردت، وهو في نفس الحله كده لحد ما الميه بردت عشان خاطر البرطمان معايا البلاستيك ما يبص يعني. اهو بعد كانت دافيه حتى هي هنا. بعد كده نزلتها فيها وغطيته ساعتين. والله يا جماعة حرفيا كنت عاملاه الساعة 3:30، على الساعة 5:30 أكلنا منه. كان طعمه تحفة. بصوا وكان مقرمش وطعمه جميل. ما تستغربيش من السكر، السكر هو اللي هيخليه مقرمش معاكي، وهيديله معادلة كده ما بين الملح والسكر. بصوا تحفة. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وفعلي الجرس عشان يجيلك مني كل جديد. واستنوا مني فيديوهات جديدة وان شاء الله وصفات جديدة. واللي حابب اي وصفة يسألني عليها، او حابب اي وصفة جديدة انزلها له يقولي في الكومنتات. بألف هنا.